متابعينا الأفاضل، السلام عليكم. إذا تغطية أخرى تجمع بين شباب الوزداد وأولمبي الشلف في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. أهلا بكم من جديد. تتواصل منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بمباراة قوية تجمع بين الشباب الوزداد وأولمبي الشلف في لقاء ينتظر أن يكون متكافئا ومثيرا بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب. وتقام المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء. وسيتم نقل هذه المواجهة أكيد عبر قناة الشبابية. فيما يخص وضعية الفريقين في جدول الترتيب قبل بداية المباراة كانت على الشكل التالي: يدخل الشباب الوزداد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، وهو ما يعني أن الفريق يمتلك مباريات مؤجلة مقارنة بباقي الأندية. وحقق الفريق 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، كما سجل 23 هدفا واستقبل 15 هدفا تقريبا، فارق أهداف زائد 8، ما يعكس قوة الفريق خاصة من الناحية الدفاعية. في المقابل يحتل أولمبي شلف المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد لعب 23 مباراة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات 7 تعادلات مقابل 9 هزائم، وسجل 20 هدفا بينما استقبل 21 هدفا بفارق أهداف ناقص 1. إذن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. أما فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تشير المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب كبير في النتائج. في آخر 5 مباريات فاز شباب الوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي الشلف في مباراة واحدة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت مباراة الذهاب هذا الموسم قد انتهت بفوز شباب الوزداد بنتيجة 1-0 يوم 29 أكتوبر 2025. كما شهدت المواجهة السابقة تعادل في مايو 1-1، وفوز بالوزداد 2-0 في ديسمبر 2024، وفوز شلت 1-0 في يونيو 2024، وتعادل سيبو في يناير في نفس السنة، وهو ما يعكس الندية الكبيرة بين الفريقين في السنوات الأخيرة. أما نتائج آخر المباريات، شباب بلوزداد يدخل المباراة بسلسلة نتائج مستقرة نسبيا: تعادل، فوزين وتعادلين، وهي نتائج تعكس صلابة الفريق وصعوبة هزيمته. أما أولمبي شلف فقد قدم نتائج متباينة في آخر مبارياته: فوزين وتعادل، خسارة وفوز، وهو ما يدل على قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات رغم بعض التذبذب. أهمية هذه المباراة تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الترتيب. شباب الوزداد يسعى لاستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق فوز يقرب أكثر من المراكز الأولى. أما أولمبي الشلف فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسمح له بتجاوز منافسه في جدول الترتيب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تنتظر الجماهير من هذه المباراة؟ من المتوقع أن تكون المباراة متوازنة وحذرة في بدايتها، مع محاولة كل فريق فرض أسلوبه تدريجيا. قد يعتمد شباب الوزداد على الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما قد يلجأ لبي الشلف إلى التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة. قد يعتمد كما قلنا بالوزداد على الهجمات المرتدة، كما أن الكرات الثابتة قد تكون عاملا حاسما من في حسم نتيجة المباراة أكيد. إذا فهي مواجهة تعد من أبرز مباريات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز. إذا فهل ينجح شباب بلوزداد في تأكيد تفوقه بعد فوزه في الذهاب، أم يتمكن أولمبي شلف من رد الاعتبار وخطف نتيجة إيجابية خارج الديار؟ ذلك
ذلك سيتضح أكيد عندما تنطلق أثناء المباراة. إذا باختصار شديد لما تطرقنا إليه في هذه المباراة، قمة متوازنة بين الشباب بلوزداد وأولمبي شلف في الجولة 24 من الدوري الجزائري. تتواصل منافسة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بإجراء واحدة من المواجهات القوية ضمن الجولة 24، حيث يستقبل الشباب بلوزداد نظيره أولمبي شلف في مباراة تحمل طابع الندية والتنافس الكبير بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب وطموحهما في التقدم أكثر خلال الجولات القادمة. وتقام هذه المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء وسط ترقب جماهيري كبير. وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، ما يجعلها مواجهة مباشرة قد تؤثر بشكل واضح على ترتيب الدوري في الأسبوع القادم. يدخل الشباب الوزلاد هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة، لكنه خاض 18 مباراة فقط، ما يعني أن الفريق يمتلك عدة مباريات مؤجلة قد تسمح له بالقفز إلى المراكز المتقدمة في حال تحقيق نتائج إيجابية. كما سجل لاعبو 13 هدفا في حين استقبلت شباكه 15 هدفا. فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تاريخ المواجهات يؤكد وجود توازن كبير، حيث لم يفرض أي فريق السيطرة المطلقة على الآخر. إذا بالنسبة لآخر مواجهات مباشرة، فاز الشباب الوزداد في مباراتين وفاز أولمبي شلف في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. أسئلة أخرى تطرح نفسها. من المتوقع أن تكون هذه المباراة تكتيكية بامتياز، خاصة أن الفريقين يدركان أن أهمية عدم الخسارة في هذه القمة. قد يعتمد الشباب الوزداد على بناء اللعب من الخلف، وكذلك السيطرة على وسط الملعب والضغط التدريجي وليس المبكر مع استغلال الكرات الثابتة. نقاط قوة الشباب وهو التنظيم الدفاعي، وكذلك أما فيما يخص نقاط الضعف وهو قلة الحسم الهجومي. أما أولمبي شلف قد يلجأ إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات، استغلال المساحات خلف الدفاع واللعب المباشر نحو المرمى. نقاط القوة والتحولات السريعة مع نقاط الضعف وهي الأخطاء الدفاعية. إذا كخلاصة، مواجهة الشباب بالوزداد وأولمبي شلف تعد واحدة من أهم مباريات الجولة 24 نظرا لتقارب مستوى والنقاط بين الفريقين. المباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية للشباب الوزداد بحكم الأرض وعدد المباريات الأقل. إذا هل ينجح الشباب الوزداد في استغلال ملعبه ومواصلة نتائج الإيجابية، أم يتمكن أولمبي شلف من تحقيق مفاجأة وخطف فوز ثمين خارج الديار؟ كل الإجابات ستتضح خلال هذه القمة. متابعينا الأفاضل، السلام عليكم. إذا تغطية أخرى تجمع بين شباب الوزداد وأولمبي شلف في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. أهلا بكم من جديد. تتواصل منافسات الجولة 24 من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بمباراة قوية تجمع بين الشباب الوزداد وأولمبي شلف، في لقاء ينتظر أن يكون متكافئا ومثيرا بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب. وتقام المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء. وسيتم نقل هذه المواجهة أكيد عبر قناة الشبابية. فيما يخص وضعية الفريقين في جدول الترتيب قبل بداية المباراة كانت على الشكل التالي: يدخل الشباب الوزداد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، وهو ما يعني أن الفريق يمتلك مباريات مؤجلة مقارنة بباقي الأندية. وحقق الفريق 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، كما سجل 23 هدفا واستقبل 15 هدفا تقريبا، فارق أهداف زائد 8، ما يعكس قوة الفريق خاصة من الناحية الدفاعية. بالمقابل، يحتل أولمبي شلف المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد لعب 23 مباراة،
حيث حقق الفريق 7 انتصارات 7 تعادلات مقابل 9 هزائم، وسجل 20 هدفا بينما استقبل 21 هدفا بفارق أهداف ناقص 1. إذن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. أما فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تشير المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب كبير في النتائج. في آخر 5 مباريات فاز شباب الوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي الشلف في مباراة واحدة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت مباراة الذهاب هذا الموسم قد انتهت بفوز شباب الوزداد بنتيجة 1-0 يوم 29 أكتوبر 2025. كما شهدت المواجهة السابقة تعادل في مايو 1-1، وفوز بالوزداد 2-0 في ديسمبر 2024، وفوز شلف 1-0 في يونيو 2024، وتعادل سلبو في يناير في نفس السنة، وهو ما يعكس الندية الكبيرة بين الفريقين في السنوات الأخيرة. أما نتائج آخر المباريات، شباب الوزداد يدخل المباراة بسلسلة نتائج مستقرة نسبيا، تعادل فوزين وتعادلين، وهي نتائج تعكس صلابة الفريق وصعوبة هزيمته. أما أولمبي شلف فقد قدم نتائج متباينة في آخر مبارياته، فوزين وتعادل، خسارة وفوز، وهو ما يدل على قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات رغم بعض التذبذب. أهمية هذه المباراة تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الترتيب. شباب الوزداد يسعى لاستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق فوز يقرب أكثر من المراكز الأولى. أما أولمبي الشلف فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسمح له بتجاوز منافسه في جدول الترتيب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تنتظر الجماهير من هذه المباراة؟ من المتوقع أن تكون المباراة متوازنة وحذرة في بدايتها، مع محاولة كل فريق فرض أسلوبه تدريجيا. قد يعتمد شباب الوزداد على الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما قد يلجأ أولمبي الشلف إلى التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة. قد يعتمد كما قلنا بالوزداد على الهجمات المرتدة، كما أن الكرات الثابتة قد تكون عاملا حاسما في حسم نتيجة المباراة أكيد. إذن فهي مواجهة تعد من أبرز مباريات الجولة 24 من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز. إذن فهل ينجح شباب الوزداد في تأكيد تفوقه بعد فوزه في الذهاب، أم يتمكن أولمبي شلف من رد الاعتبار وخطف نتيجة إيجابية خارج الديار؟ ذلك سيتضح أكيد عندما تنطلق أثناء المباراة. إذن باختصار الشديد لما تطرقنا إليه في هذه المباراة، قمة متوازنة بين الشباب الوزداد وأولمبي شلف في الجولة 24 من الدوري الجزائري. تتواصل منافسة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بإجراء واحدة من المواجهات القوية ضمن الجولة 24، حيث يستقبل الشباب الوزداد نظيره أولمبي شلف في مباراة تحمل طابع الندية والتنافس الكبير، بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب وطموحهما في التقدم أكثر خلال الجولات القادمة. وتقام هذه المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء، وسط ترقب جماهيري كبير. وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، ما يجعلها مواجهة مباشرة قد تؤثر بشكل واضح على ترتيب الدوري في الأسبوع القادم. يدخل الشباب الوزداد هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة، لكنه خاض 18 مباراة فقط، ما يعني أن الفريق يمتلك عدة مباريات مؤجلة قد تسمح له بالقفز إلى المراكز المتقدمة في حال تحقيق نتائج إيجابية. كما سجل لاعبو 13 هدفا في حين استقبلت شباكه 15 هدفا.
فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، لأن تاريخ المواجهات يؤكد وجود توازن كبير، حيث لم يفرض أي فريق السيطرة المطلقة على الآخر. إذا بالنسبة لآخر مواجهات مباشرة، فاز الشباب بلوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي شلف في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. أسئلة أخرى تطرح نفسها: من المتوقع أن تكون هذه المباراة تكتيكية بامتياز، خاصة أن الفريقين يدركان أن أهمية عدم الخسارة في هذه القمة. قد يعتمد الشباب الوزداد على بناء اللعب من الخلف، وكذلك السيطرة على وسط الملعب والضغط التدريجي وليس المبكر، مع استغلال الكرات الثابتة. نقاط قوة الشباب وهو التنظيم الدفاعي، وكذلك أما فيما يخص نقاط الضعف وهو قلة الحسم الهجومي. أما أولمبي شلف قد يلجأ إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات، استغلال المساحات خلف الدفاع واللعب المباشر نحو المرمى. نقاط القوة والتحولات السريعة مع نقاط الضعف وهي الأخطاء الدفاعية. إذا كخلاصة، مواجهة الشباب بالوزداد وأولمبي شلف تعد واحدة من أهم مباريات الجولة الرابعة والعشرون، نظرا لتقارب مستوى والنقاط بين الفريقين. المباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية للشباب الوزداد بحكم الأرض وعدد المباريات الأقل. إذا هل ينجح الشباب الوزداد في استغلال ملعبه ومواصلة نتائج الإيجابية، أم يتمكن أولمبي شلف من تحقيق مفاجأة وخطف فوز ثمين خارج الديار؟ يعني كل الإجابات ستتضح خلال هذه القمة. متابعينا الأفاضل، السلام عليكم. إذا تغطية أخرى تجمع بين شباب الوزداد وأولمبي شلف في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. أهلا بكم من جديد. تتواصل منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بمباراة قوية تجمع بين الشباب الوزداد وأولمبي شلف، في لقاء ينتظر أن يكون متكافئا ومثيرا بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب. وتقام المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026، بداية من الساعة 10 مساء. وسيتم نقل هذه المواجهة أكيد عبر قناة الشبابية. فيما يخص وضعية الفريقين في جدول الترتيب قبل بداية المباراة، كانت على الشكل التالي: يدخل الشباب الوزداد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، وهو ما يعني أن الفريق يمتلك مباريات مؤجلة مقارنة بباقي الأندية. وحقق الفريق 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، كما سجل 23 هدفا واستقبل 15 هدفا تقريبا، فارق أهداف زائد 8، ما يعكس قوة الفريق خاصة من الناحية الدفاعية. بالمقابل، يحتل أولمبي شلف المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد لعب 23 مباراة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات 7 تعادلات مقابل 9 هزائم، وسجل 20 هدفا بينما استقبل 21 هدفا بفارق أهداف ناقص 1. إذن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. أما فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تشير المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب كبير في النتائج. في آخر 5 مباريات فاز شباب الوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي شلف في مباراة واحدة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت مباراة الذهاب هذا الموسم قد انتهت بفوز شباب الوزداد بنتيجة 1-0 يوم 29 أكتوبر 2025. كما شهدت المواجهة السابقة تعادل في مايو 1-1، وفوز بالوزداد 2-0 في ديسمبر 2024، وفوز شلف 1-0 في يونيو 2024، وتعادل سيبو في يناير في نفس السنة، وهو ما يعكس الندية الكبيرة بين الفريقين في السنوات الأخيرة. أما نتائج آخر المباريات، شباب بلوزداد يدخل المباراة بسلسلة نتائج مستقرة نسبيا: تعادل، فوزين وتعادلين،
وهي نتائج تعكس صلابة الفريق وصعوبة هزيمته. أما أولمبي شلف فقد قدم نتائج متباينة في آخر مبارياته، فوزين وتعادل، خسارة وفوز، وهو ما يدل على قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات رغم بعض التذبذب. أهمية هذه المباراة تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الترتيب. شباب بلوزداد يسعى لاستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق فوز يقرب أكثر من المراكز الأولى. أما أولمبي شلف فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسمح له بتجاوز منافسيه في جدول الترتيب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تنتظر الجماهير من هذه المباراة؟ من المتوقع أن تكون المباراة متوازنة وحذرة في بدايتها، مع محاولة كل فريق فرض أسلوبه تدريجيا. قد يعتمد شباب بلوزداد على الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما قد يلجأ أولمبي شلف إلى التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة. قد يعتمد كما قلنا بلوزداد على الهجمات المرتدة، كما أن الكرات الثابتة قد تكون عاملا حاسما في حسم نتيجة المباراة أكيد. إذن فهي مواجهة تعد من أبرز مباريات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز. إذن فهل ينجح شباب بلوزداد في تأكيد تفوقه بعد فوزه في الذهاب، أم يتمكن أولمبي شلف من رد الاعتبار وخطف نتيجة إيجابية خارج الديار؟ ذلك سيتضح أكيد عندما تنطلق أثناء المباراة. إذن باختصار شديد لما تطرقنا إليه في هذه المباراة: قمة متوازنة بين الشباب بلوزداد وأولمبي شلف في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الجزائري. تتواصل منافسة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بإجراء واحدة من المواجهات القوية ضمن الجولة الرابعة والعشرون، حيث يستقبل الشباب بلوزداد نظيره أولمبي شلف في مباراة تحمل طابع الندية والتنافس الكبير، بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب وطموحهما في التقدم أكثر خلال الجولة القادمة. وتقام هذه المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء، وسط ترقب جماهيري كبير. وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، ما يجعلها مواجهة مباشرة قد تؤثر بشكل واضح على ترتيب الدوري في الأسبوع القادم. يدخل الشباب بلوزداد هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة، لكنه خاض 18 مباراة فقط، ما يعني أن الفريق يمتلك عدة مباريات مؤجلة قد تسمح له بالقفز إلى المراكز المتقدمة في حال تحقيق نتائج إيجابية. كما سجل لاعبو 13 هدفا في حين استقبلت شباكه 15 هدفا. فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تاريخ المواجهات يؤكد وجود توازن كبير، حيث لم يفرض أي فريق السيطرة المطلقة على الآخر. إذن بالنسبة لآخر مواجهات مباشرة، فاز الشباب بلوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي شلف في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. أسئلة أخرى تطرح نفسها: من المتوقع أن تكون هذه المباراة تكتيكية بامتياز، خاصة أن الفريقين يدركان أن أهمية عدم الخسارة في هذه القمة. قد يعتمد الشباب الوزداد على بناء اللعب من الخلف، وكذلك السيطرة على وسط الملعب والضغط التدريجي وليس المبكر، مع استغلال الكرات الثابتة. نقاط قوة الشباب وهو التنظيم الدفاعي، وكذلك أما فيما يخص نقاط الضعف وهو قلة الحسم الهجومي. أما أولمبي شلف قد يلجأ إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات، استغلال المساحات خلف الدفاع واللعب المباشر نحو المرمى. نقاط القوة والتحولات السريعة مع نقاط الضعف وهي الأخطاء الدفاعية. إذا كخلاصة، مواجهة الشباب بالوزداد وأولمبي شلف تعد واحدة من أهم مباريات الجولة الرابعة والعشرون، نظرا لتقارب مستوى والنقاط بين الفريقين. المباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية للشباب الوزداد بحكم الأرض وعدد
المباراة الأقل. إذن هل ينجح شباب بلوزداد في استغلال ملعبه ومواصلة نتائجه الإيجابية، أم يتمكن أولمبي شلف من تحقيق مفاجأة وخطف فوز ثمين خارج الديار؟ إذن كل الإجابات ستتضح خلال هذه القمة. متابعينا الأفاضل، السلام عليكم. إذن تغطية أخرى تجمع بين شباب بلوزداد وأولمبي شلف في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. أهلا بكم من جديد. تتواصل منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بمباراة قوية تجمع بين الشباب بلوزداد وأولمبي شلف في لقاء ينتظر أن يكون متكافئا ومثيرا بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب. وتقام المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء. وسيتم نقل هذه المواجهة أكيد عبر قناة الشبابية. فيما يخص وضعية الفريقين في جدول الترتيب قبل بداية المباراة كانت على الشكل التالي: يدخل الشباب بلوزداد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، وهو ما يعني أن الفريق يمتلك مباريات مؤجلة مقارنة بباقي الأندية. وحقق الفريق 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، كما سجل 23 هدفا واستقبل 15 هدفا تقريبا، فارق أهداف زائد 8، ما يعكس قوة الفريق خاصة من الناحية الدفاعية. المقابل يحتل أولمبي شلف المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد لعب 23 مباراة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات 7 تعادلات مقابل 9 هزائم، وسجل 20 هدفا بينما استقبل 21 هدفا بفارق أهداف ناقص 1. إذن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. أما فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تشير المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب كبير في النتائج. في آخر 5 مباريات فاز شباب الوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي الشلف في مباراة واحدة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت مباراة الذهاب هذا الموسم قد انتهت بفوز شباب الوزداد بنتيجة 1-0 يوم 29 أكتوبر 2025. كما شهدت المواجهة السابقة تعادل في مايو 1-1، وفوز بالوزداد 2-0 في ديسمبر 2024، وفوز شلف 1-0 في يونيو 2024، وتعادل سيبو في يناير في نفس السنة، وهو ما يعكس الندية الكبيرة بين الفريقين في السنوات الأخيرة. أما نتائج آخر المباريات، شباب بلوزداد يدخل المباراة بسلسلة نتائج مستقرة نسبيا، تعادل فوزين وتعادلين، وهي نتائج تعكس صلابة الفريق وصعوبة هزيمته. أما أولمبي شلف فقد قدم نتائج متباينة في آخر مبارياته، فوزين وتعادل، خسارة وفوز، وهو ما يدل على قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات رغم بعض التذبذب. أهمية هذه المباراة تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الترتيب. شباب بلوزداد يسعى لاستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق فوز يقرب أكثر من المراكز الأولى. أما أولمبي شلف فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسمح له بتجاوز منافسه في جدول الترتيب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تنتظر الجماهير من هذه المباراة؟ من المتوقع أن تكون المباراة متوازنة وحذرة في بدايتها، مع محاولة كل فريق فرض أسلوبه تدريجيا. قد يعتمد شباب بلوزداد على الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما قد يلجأ أولمبي شلف إلى التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة. قد يعتمد كما قلنا بلوزداد على الهجمات المرتدة، كما أن الكرات الثابتة قد تكون عاملا حاسما في حسم نتيجة المباراة أكيد. إذن فهي مواجهة تعد من أبرز مباريات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين
ورغبتهما في تحقيق الفوز. إذن فهل ينجح شباب بلوزداد في تأكيد تفوقه بعد فوزه في الذهاب؟ أم يتمكن أولمبي شلفت من رد الاعتبار وخطف نتيجة إيجابية خارج الديار؟ ذلك سيتضح أكيد عندما تنطلق أثناء المباراة. إذن باختصار شديد لما تطرقنا إليه في هذه المباراة، قمة متوازنة بين الشباب بلوزداد وأولمبي شلفت في الجولة 24 من الدوري الجزائري. تتواصل منافسة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بإجراء واحدة من المواجهات القوية ضمن الجولة 24، حيث يستقبل الشباب بلوزداد نظيره أولمبي شلفت في مباراة تحمل طابع الندية والتنافس الكبير بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب وطموحهما في التقدم أكثر خلال الجولة القادمة. وتقام هذه المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء وسط ترقب جماهيري كبير. وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، ما يجعلها مواجهة مباشرة قد تؤثر بشكل واضح على ترتيب الدوري في الأسبوع القادم. يدخل الشباب بلوزداد هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة، لكنه خاض 18 مباراة فقط، ما يعني أن الفريق يمتلك عدة مباريات مؤجلة قد تسمح له بالقفز إلى المراكز المتقدمة في حال تحقيق نتائج إيجابية. كما سجل لاعبو 13 هدفا في حين استقبلت شباكه 15 هدفا. فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تاريخ المواجهات يؤكد وجود توازن كبير، حيث لم يفرض أي فريق السيطرة المطلقة على الآخر. إذن بالنسبة لآخر مواجهات مباشرة، فاز الشباب بلوزداد في مباراتين وفاز أولمبي شلف في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. أسئلة أخرى تطرح نفسها، من المتوقع أن تكون هذه المباراة تكتيكية بامتياز، خاصة أن الفريقين يدركان أن أهمية عدم الخسارة في هذه القمة. قد يعتمد الشباب الوزداد على بناء اللعب من الخلف، وكذلك السيطرة على وسط الملعب والضغط التدريجي وليس المبكر مع استغلال الكرات الثابتة. نقاط قوة الشباب وهو التنظيم الدفاعي، وكذلك أما فيما يخص نقاط الضعف وهو قلة الحسم الهجومي. أما أولمبي شلف قد يلجأ إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات، استغلال المساحات خلف الدفاع واللعب المباشر نحو المرمى. نقاط القوة والتحولات السريعة مع نقاط الضعف وهي الأخطاء الدفاعية. إذا كخلاصة، مواجهة الشباب بالوزداد وأولمبي شلف تعد واحدة من أهم مباريات الجولة 24 نظرا لتقارب مستوى والنقاط بين الفريقين. المباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير مع أفضلية نسبية للشباب الوزداد بحكم الأرض وعدد المباريات الأقل. إذن هل ينجح الشباب الوزداد في استغلال ملعبه ومواصلة نتائج الإيجابية، أم يتمكن أولمبي شلف من تحقيق مفاجأة وخطف فوز ثمين خارج الديار؟ كل الإجابات ستتضح خلال هذه القمة. متابعينا الأفاضل، السلام عليكم. إذا تغطية أخرى تجمع بين شباب الوزداد وأولمبي شلف في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. أهلا بكم من جديد. تتواصل منافسات الجولة 24 من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بمباراة قوية تجمع بين الشباب الوزداد وأولمبي شلف في لقاء ينتظر أن يكون متكافئا ومثيرا بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب. وتقام المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء. وسيتم نقل هذه المواجهة أكيد عبر قناة الشبابية. فيما يخص وضعية الفريقين في جدول الترتيب قبل بداية المباراة كانت على الشكل التالي: يدخل الشباب الوزداد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، وهو ما يعني أن الفريق يمتلك مباريات مؤجلة مقارنة بباقي الأندية.
وحقق الفريق 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، كما سجل 23 هدفا واستقبل 15 هدفا تقريبا، فارق أهداف زائد 8، ما يعكس قوة الفريق خاصة من الناحية الدفاعية. بالمقابل، يحتل أولمبي شلف المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد لعب 23 مباراة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات 7 تعادلات مقابل 9 هزائم، وسجل 20 هدفا بينما استقبل 21 هدفا بفارق أهداف ناقص 1. إذن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. أما فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تشير المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب كبير في النتائج. في آخر 5 مباريات فاز شباب الوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي الشلف في مباراة واحدة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت مباراة الذهاب هذا الموسم قد انتهت بفوز شباب الوزداد بنتيجة 1-0 يوم 29 أكتوبر 2025. كما شهدت المواجهة السابقة تعادل في مايو 1-1، وفوز بالوزداد 2-0 في ديسمبر 2024، وفوز شلف 1-0 في يونيو 2024، وتعادل سيبو في يناير من نفس السنة، وهو ما يعكس الندية الكبيرة بين الفريقين في السنوات الأخيرة. أما نتائج آخر المباريات، شباب بلوزداد يدخل المباراة بسلسلة نتائج مستقرة نسبيا، تعادل فوزين وتعادلين، وهي نتائج تعكس صلابة الفريق وصعوبة هزيمته. أما أولمبي شلف فقد قدم نتائج متباينة في آخر مبارياته، فوزين وتعادل، خسارة وفوز، وهو ما يدل على قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات رغم بعض التذبذب. أهمية هذه المباراة تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الترتيب. شباب بلوزداد يسعى لاستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق فوز يقرب أكثر من المراكز الأولى. أما أولمبي شلف فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسمح له بتجاوز منافسه في جدول الترتيب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تنتظر الجماهير من هذه المباراة؟ من المتوقع أن تكون المباراة متوازنة وحذرة في بدايتها، مع محاولة كل فريق فرض أسلوبه تدريجيا. قد يعتمد شباب بلوزداد على الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما قد يلجأ أولمبي شلف إلى التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة. قد يعتمد كما قلنا بلوزداد على الهجمات المرتدة، كما أن الكرات الثابتة قد تكون عاملا حاسما في حسم نتيجة المباراة أكيد. إذن فهي مواجهة تعد من أبرز مباريات الجولة 24 من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز. إذن فهل ينجح شباب بلوزداد في تأكيد تفوقه بعد فوزه في الذهاب، أم يتمكن أولمبي شلف من رد الاعتبار وخطف نتيجة إيجابية خارج الديار؟ ذلك سيتضح أكيد عندما تنطلق أثناء المباراة. إذن باختصار الشديد لما تطرقنا إليه في هذه المباراة، قمة متوازنة بين الشباب بلوزداد وأولمبي شلف في الجولة 24 من الدوري الجزائري. تتواصل منافسة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بإجراء واحدة من المواجهات القوية ضمن الجولة 24، حيث يستقبل الشباب بلوزداد نظيره أولمبي شلف في مباراة تحمل طابع الندية والتنافس الكبير، بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب وطموحهما في التقدم أكثر خلال الجولة القادمة. وتقام هذه المباراة على يد استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء، وسط ترقب جماهيري كبير. وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، ما يجعلها مواجهة مباشرة قد تؤثر بشكل واضح على ترتيب الدوري في الأسبوع القادم. يدخل الشباب بلوزداد هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع
برصيد 29 نقطة، لكنه خاض 18 مباراة فقط، ما يعني أن الفريق يمتلك عدة مباريات مؤجلة قد تسمح له بالقفز إلى المراكز المتقدمة في حال تحقيق نتائج إيجابية. كما سجل لاعبو 13 هدفا في حين استقبلت شباكه 15 هدفا. فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تاريخ المواجهات يؤكد وجود توازن كبير، حيث لم يفرض أي فريق السيطرة المطلقة على الآخر. إذا بالنسبة لآخر مواجهات مباشرة، فاز الشباب بلوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي شلف في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. أسئلة أخرى تطرح نفسها: من المتوقع أن تكون هذه المباراة تكتيكية بامتياز، خاصة أن الفريقين يدركان أن أهمية عدم الخسارة في هذه القمة. قد يعتمد الشباب الوزداد على بناء اللعب من الخلف، وكذلك السيطرة على وسط الملعب والضغط التدريجي وليس المبكر، مع استغلال الكرات الثابتة. نقاط قوة الشباب وهو التنظيم الدفاعي، وكذلك أما فيما يخص نقاط الضعف وهو قلة الحسم الهجومي. أما أولمبي شلف قد يلجأ إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات، استغلال المساحات خلف الدفاع واللعب المباشر نحو المرمى. نقاط القوة والتحولات السريعة مع نقاط الضعف وهي الأخطاء الدفاعية. إذا كخلاصة، مواجهة الشباب بالوزداد وأولمبي شلف تعد واحدة من أهم مباريات الجولة 24 نظرا لتقارب مستوى والنقاط بين الفريقين. المباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية للشباب الوزداد بحكم الأرض وعدد المباريات الأقل. إذا هل ينجح الشباب الوزداد في استغلال ملعبه ومواصلة نتائج الإيجابية، أم يتمكن أولمبي شلف من تحقيق مفاجأة وخطف فوز ثمين خارج الديار؟ كل الإجابات ستتضح خلال هذه القمة. متابعينا الأفاضل، السلام عليكم. إذا تغطية أخرى تجمع بين شباب الوزداد وأولمبي شلف في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. أهلا بكم من جديد. تتواصل منافسات الجولة 24 من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بمباراة قوية تجمع بين الشباب الوزداد وأولمبي شلف، في لقاء ينتظر أن يكون متكافئا ومثيرا بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب. وتقام المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء. وسيتم نقل هذه المواجهة أكيد عبر قناة الشبابية. فيما يخص وضعية الفريقين في جدول الترتيب قبل بداية المباراة، كانت على الشكل التالي: يدخل الشباب الوزداد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، وهو ما يعني أن الفريق يمتلك مباريات مؤجلة مقارنة بباقي الأندية. وحقق الفريق 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، كما سجل 23 هدفا واستقبل 15 هدفا تقريبا، فارق أهداف زائد 8، ما يعكس قوة الفريق خاصة من الناحية الدفاعية. بالمقابل، يحتل أولمبي شلف المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد لعب 23 مباراة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات 7 تعادلات مقابل 9 هزائم، وسجل 20 هدفا بينما استقبل 21 هدفا بفارق أهداف ناقص 1. إذن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. أما فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تشير المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب كبير في النتائج. في آخر 5 مباريات فاز شباب الوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي شلف في مباراة واحدة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت مباراة الذهاب هذا الموسم قد انتهت بفوز شباب الوزداد بنتيجة 1-0 يوم 29 أكتوبر 2025. كما شهدت المواجهة السابقة تعادل في مايو 1-1، وفوز بالوزداد 2-0 في ديسمبر 2024، وفوز شلف 1-0 في يونيو 2024، وتعادل سلبو في يناير في نفس السنة.
وهو ما يعكس الندية الكبيرة بين الفريقين في السنوات الأخيرة. أما نتائج آخر المباريات، شباب بلوزداد يدخل المباراة بسلسلة نتائج مستقرة نسبيا، تعادل، فوزين وتعادلين، وهي نتائج تعكس صلابة الفريق وصعوبة هزيمته. أما أولمبي شلف فقد قدم نتائج متباينة في آخر مبارياته، فوزين وتعادل، خسارة وفوز، وهو ما يدل على قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات رغم بعض التذبذب. أهمية هذه المباراة تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الترتيب. شباب بلوزداد يسعى لاستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق فوز يقرب أكثر من المراكز الأولى. أما أولمبي شلف فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسمح له بتجاوز منافسه في جدول الترتيب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تنتظر الجماهير من هذه المباراة؟ من المتوقع أن تكون المباراة متوازنة وحذرة في بدايتها، مع محاولة كل فريق فرض أسلوبه تدريجيا. قد يعتمد شباب بلوزداد على الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما قد يلجأ أولمبي شلف إلى التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة. قد يعتمد كما قلنا بلوزداد على الهجمات المرتدة، كما أن الكرات الثابتة قد تكون عاملا حاسما في حسم نتيجة المباراة أكيد. إذن فهي مواجهة تعد من أبرز مباريات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز. إذن فهل ينجح شباب بلوزداد في تأكيد تفوقه بعد فوزه في الذهاب، أم يتمكن أولمبي شلف من رد الاعتبار وخطف نتيجة إيجابية خارج الديار؟ ذلك سيتضح أكيد عندما تنطلق أثناء المباراة. إذن باختصار الشديد لما تطرقنا إليه في هذه المباراة، قمة متوازنة بين الشباب بلوزداد وأولمبي شلف في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الجزائري. تتواصل منافسة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بإجراء واحدة من المواجهات القوية ضمن الجولة الرابعة والعشرون، حيث يستقبل الشباب بلوزداد نظيره أولمبي شلف في مباراة تحمل طابع الندية والتنافس الكبير، بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب وطموحهما في التقدم أكثر خلال الجولة القادمة. وتقام هذه المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء، وسط ترقب جماهيري كبير. وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، ما يجعلها مواجهة مباشرة قد تؤثر بشكل واضح على ترتيب الدوري في الأسبوع القادم. يدخل الشباب بلوزداد هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة، لكنه خاض 18 مباراة فقط، ما يعني أن الفريق يمتلك عدة مباريات مؤجلة قد تسمح له بالقفز إلى المراكز المتقدمة في حال تحقيق نتائج إيجابية. كما سجل لاعبو 13 هدفا في حين استقبلت شباكه 15 هدفا. فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تاريخ المواجهات يؤكد وجود توازن كبير، حيث لم يفرض أي فريق السيطرة المطلقة على الآخر. إذن بالنسبة لآخر مواجهات مباشرة، فاز الشباب بلوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي شلف في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. أسئلة أخرى تطرح نفسها: من المتوقع أن تكون هذه المباراة تكتيكية بامتياز، خاصة أن الفريقين يدركان أن أهمية عدم الخسارة في هذه القمة. قد يعتمد الشباب بلوزداد على بناء اللعب من الخلف، وكذلك السيطرة على وسط الملعب والضغط التدريجي وليس المبكر، مع استغلال الكرات الثابتة. نقاط قوة الشباب وهو التنظيم الدفاعي، وكذلك أما فيما يخص نقاط الضعف وهو قلة الحسم الهجومي. أما أولمبي شلف قد يلجأ إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات، استغلال المساحات خلف الدفاع واللعب المباشر نحو المرمى.
نقاط القوة والتحولات السريعة مع نقاط الضعف وهي الأخطاء الدفاعية. إذا كخلاصة، مواجهة شباب بلوزداد وأولمبي شلف تعد واحدة من أهم مباريات الجولة الرابعة والعشرون نظرا لتقارب المستوى والنقاط بين الفريقين. المباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير مع أفضلية نسبية للشباب بلوزداد بحكم الأرض وعدد المباريات الأقل. إذا هل ينجح شباب بلوزداد في استغلال ملعبه ومواصلة نتائج الإيجابية، أم يتمكن أولمبي شلف من تحقيق مفاجأة وخطف فوز ثمين خارج الديار؟ يعني كل الإجابات ستتضح خلال هذه القمة. متابعينا الأفاضل، السلام عليكم. إذا تغطية أخرى تجمع بين شباب بلوزداد وأولمبي شلف في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. أهلا بكم من جديد. تتواصل منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بمباراة قوية تجمع بين الشباب بلوزداد وأولمبي شلف في لقاء ينتظر أن يكون متكافئا ومثيرا بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب. وتقام المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء. وسيتم نقل هذه المواجهة أكيد عبر قناة الشبابية. فيما يخص وضعية الفريقين في جدول الترتيب قبل بداية المباراة كانت على الشكل التالي: يدخل الشباب الوزداد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، وهو ما يعني أن الفريق يمتلك مباريات مؤجلة مقارنة بباقي الأندية. وحقق الفريق 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، كما سجل 23 هدفا واستقبل 15 هدفا تقريبا، فارق أهداف زائد 8، ما يعكس قوة الفريق خاصة من الناحية الدفاعية. المقابل يحتل أولمبي شلف المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد لعب 23 مباراة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات 7 تعادلات مقابل 9 هزائم، وسجل 20 هدفا بينما استقبل 21 هدفا بفارق أهداف ناقص 1. إذن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. أما فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تشير المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب كبير في النتائج. في آخر 5 مباريات فاز شباب الوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي الشلف في مباراة واحدة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت مباراة الذهاب هذا الموسم قد انتهت بفوز شباب الوزداد بنتيجة 1-0 يوم 29 أكتوبر 2025. كما شهدت المواجهة السابقة تعادل في مايو 1-1، وفوز بالوزداد 2-0 في ديسمبر 2024، وفوز شلت 1-0 في يونيو 2024، وتعادل سلبي في يناير في نفس السنة، وهو ما يعكس الندية الكبيرة بين الفريقين في السنوات الأخيرة. أما نتائج آخر المباريات، شباب بلوزداد يدخل المباراة بسلسلة نتائج مستقرة نسبيا: تعادل، فوزين وتعادلين، وهي نتائج تعكس صلابة الفريق وصعوبة هزيمته. أما أولمبي شلف فقد قدم نتائج متباينة في آخر مبارياته: فوزين وتعادل، خسارة وفوز، وهو ما يدل على قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات رغم بعض التذبذب. أهمية هذه المباراة تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الترتيب. شباب بلوزداد يسعى لاستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق فوز يقرب أكثر من المراكز الأولى. أما أولمبي شلف فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسمح له بتجاوز منافسه في جدول الترتيب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تنتظر الجماهير من هذه المباراة؟ من المتوقع أن تكون المباراة متوازنة وحذرة في بدايتها، مع محاولة كل فريق فرض أسلوبه تدريجيا. قد يعتمد شباب بلوزداد على الاستحواذ والضغط الهجومي، بينما قد يلجأ أولمبي شلف إلى التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.
قد يعتمد كما قلنا بالوزداد على الهجمات المرتدة، كما أن الكرات الثابتة قد تكون عاملا حاسما في حسم نتيجة المباراة أكيد. إذا فهي مواجهة تعد من أبرز مباريات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، نظرا لتقارب النقاط بين الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز. إذا فهل ينجح شباب بلوزداد في تأكيد تفوقه بعد فوزه في الذهاب، أم يتمكن أولمبي شلفت من رد الاعتبار وخطف نتيجة إيجابية خارج الديار؟ ذلك سيتضح أكيد عندما تنطلق أثناء المباراة. إذا باختصار الشديد لما تطرقنا إليه في هذه المباراة، قمة متوازنة بين الشباب بلوزداد وأولمبي شلف في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الجزائري. تتواصل منافسة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بإجراء واحدة من المواجهات القوية ضمن الجولة الرابعة والعشرون، حيث يستقبل الشباب بلوزداد نظيره أولمبي شلف في مباراة تحمل طابع الندية والتنافس الكبير بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب وطموحهما في التقدم أكثر خلال الجولة القادمة. وتقام هذه المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء وسط ترقب جماهيري كبير. وتكتسي هذه المواجهة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، ما يجعلها مواجهة مباشرة قد تؤثر بشكل واضح على ترتيب الدوري في الأسبوع القادم. يدخل الشباب بلوزداد هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة، لكنه خاض 18 مباراة فقط، ما يعني أن الفريق يمتلك عدة مباريات مؤجلة قد تسمح له بالقفز إلى المراكز المتقدمة في حال تحقيق نتائج إيجابية. كما سجل لاعبو 13 هدفا في حين استقبلت شباكه 15 هدفا. فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تاريخ المواجهات يؤكد وجود توازن كبير، حيث لم يفرض أي فريق السيطرة المطلقة على الآخر. إذا بالنسبة لآخر مواجهات مباشرة، فاز الشباب بلوزداد في مباراتين وفاز أولمبي شلف في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. أسئلة أخرى تطرح نفسها، من المتوقع أن تكون هذه المباراة تكتيكية بامتياز، خاصة أن الفريقين يدركان أن أهمية عدم الخسارة في هذه القمة. قد يعتمد الشباب الوزداد على بناء اللعب من الخلف، وكذلك السيطرة على وسط الملعب والضغط التدريجي وليس المبكر مع استغلال الكرات الثابتة. نقاط قوة الشباب وهو التنظيم الدفاعي، وكذلك أما فيما يخص نقاط الضعف وهو قلة الحسم الهجومي. أما أولمبي شلف قد يلجأ إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات، استغلال المساحات خلف الدفاع واللعب المباشر نحو المرمى. نقاط القوة والتحولات السريعة مع نقاط الضعف وهي الأخطاء الدفاعية. إذا كخلاصة، مواجهة الشباب بالوزداد وأولمبي شلف تعد واحدة من أهم مباريات الجولة الرابعة والعشرون نظرا لتقارب مستوى والنقاط بين الفريقين. المباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير مع أفضلية نسبية للشباب بلوزداد بحكم الأرض وعدد المباريات الأقل. إذا هل ينجح الشباب بلوزداد في استغلال ملعبه ومواصلة نتائج الإيجابية، أم يتمكن أولمبي شلف من تحقيق مفاجأة وخطف فوز ثمين خارج الديار؟ كل الإجابات ستتضح خلال هذه القمة. متابعينا الأفاضل، السلام عليكم. إذا تغطية أخرى تجمع بين شباب بلوزداد وأولمبي شلف في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى. أهلا بكم من جديد. تتواصل منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى بمباراة قوية تجمع بين الشباب بلوزداد وأولمبي شلف في لقاء ينتظر أن يكون متكافئا ومثيرا بالنظر إلى تقارب الفريقين في جدول الترتيب. وتقام المباراة على أرضية استاد نيلسون مانديلا مساء الأربعاء 18 مارس 2026 بداية من الساعة 10 مساء. وسيتم نقل هذه المواجهة أكيد عبر قناة الشبابية.
فيما يخص وضعية الفريقين في جدول الترتيب قبل بداية المباراة كانت على الشكل التالي: يدخل شباب الوزداد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد خوضه 18 مباراة، وهو ما يعني أن الفريق يمتلك مباريات مؤجلة مقارنة بباقي الأندية. وحقق الفريق 7 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، كما سجل 23 هدفا واستقبل 15 هدفا تقريبا، فارق أهداف زائد 8، ما يعكس قوة الفريق خاصة من الناحية الدفاعية. في المقابل، يحتل أولمبي شلف المركز التاسع برصيد 28 نقطة بعد لعب 23 مباراة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات 7 تعادلات مقابل 9 هزائم، وسجل 20 هدفا بينما استقبل 21 هدفا بفارق أهداف ناقص 1. إذن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. أما فيما يخص تاريخ المواجهات بين الفريقين، تشير المواجهات الأخيرة بين الفريقين إلى تقارب كبير في النتائج. في آخر 5 مباريات فاز شباب الوزداد في مباراتين، وفاز أولمبي الشلف في مباراة واحدة، في حين انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت مباراة الذهاب هذا الموسم قد انتهت بفوز شباب الوزداد بنتيجة 1-0 يوم 29 أكتوبر 2025. كما شهدت المواجهة السابقة تعادل في مايو 1-1، وفوز بالوزداد 2-0 في ديسمبر 2024، وفوز شلت 1-0 في يونيو 2024، وتعادل سيدبو في يناير في نفس السنة، وهو ما يعكس الندية الكبيرة بين الفريقين في السنوات الأخيرة. أما نتائج آخر المباريات، شباب الوزداد يدخل المباراة بسلسلة نتائج مستقرة نسبيا: تعادل، فوزين وتعادلين، وهي نتائج تعكس صلابة الفريق وصعوبة هزيمته. أما أولمبي شلف فقد قدم نتائج متباينة في آخر مبارياته: فوزين وتعادل، خسارة وفوز، وهو ما يدل على قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات رغم بعض التذبذب. أهمية هذه المباراة تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الترتيب. شباب الوزداد يسعى لاستغلال المباريات المؤجلة وتحقيق فوز يقرب أكثر من المراكز الأولى. أما أولمبي شلف فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تسمح له بتجاوز منافسه في جدول الترتيب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تنتظر الجماهير من هذه المباراة؟